بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يأتي وقت على الإنسان المتدبر في المجتمع المعاصر وفي ناحية أو نواحي مترابطة بينها، وعندما تتراكم أمامه ظواهر بشرية غير مألوفة وأفعال غريبة وبشكل شبه مستمر ولمدة طويلة، أن ينكب على محاولة فك رموزها والغوص في الأعماق انطلاقا من حدث محدود يكون كالقطرة التي أفاضت الكأس، متجاوزا السطح والمظاهر. وبالنسبة للمؤرخ المحلل فإنه لا يأبى إلا الإقدام على العملية، وهذا ما حداني إلى التجربة بعد أحداث الجرجرات يوم 13 نوفمبر 2020 التي كانت القطرة التي أفاضت الكأس أمامي. فشرعت من جديد في قراءة فاحصة لتاريخ النزاع الصحراء المغربي، مركزا على دور القادة الجزائريين في اختلاقه وتطعيمه بكل ما أوتوا، ثم تمديده وتصعيده كمن ينفخ في النار لإذكائها كلما خبت قليلا. في الحقيقة علمي بأن الأوامر جاءت من القيادة العسكرية الجزائرية لا من إبراهيم غالي رئيس البوليساريو لم يزدني إلا يقينا، لأنني كما أقول دوما في مداخلاتي: البوليساريو لا تستطيع تحريك أصبعها الصغير من أناملها بدون أمر أو إذن سيدها في العاصمة الجزائرية. قد علمنا أن قرار قطع الطريق جرجرات من طرف ميليشيات البوليساريو الذي اتخذته السلطة العسكرية العليا في الجزائر يخالف القانون الدولي، وقد علمنا أنه وخلافا لما تدعي الجزائر والبوليساريو فإن المنطقة العازلة لا تشمل طريقا دوليا تمر فيه المواد الغذائية عبر حدود وطنية لدول مجاورة لإيصالها لبلدان أخرى، فالمنطقة العازلة تخص الجيوش والأسلحة العسكرية فقط، ولا تعزل المدنيين المسالمين والتجار. وبعثت الأمم المتحدة العسكرية لحفظ السلام ووقف إطلاق النار لمسؤولة عن تأمين هذا النوع من الممرات الدولية. وقد علمنا أن القوات المسلحة الملكية تدخلت لفك تحجير الطريق بجرجرات الرابط بين المغرب وموريتانيا وطرد قطاعه بمنتهى المهنية والدقة دون إراقة قطرة الدم أو إلحاق أي ضرر بالمدنيين. وقد علمنا أنهم ما أقدموا على ذلك إلا تنفيذا لتعليمات رئيس الدولة جلالة الملك محمد السادس، وبعد أن قامت الدولة المغربية بجميع المساعي الدبلوماسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة ولدى حكومات دول حليفة وصديقة لحث البوليساريو على حسن التصرف والعدول عن غيها، ولكن دون جدوى. فلا البعثة الأممية تدخلت وقامت بواجبها، ولا استمع قطاع الطرق لنصائح العقلاء، بل أمعنوا في زيغهم وازدادوا عتوا ونفورا، معتقدين بأن المغرب لن يمارس حقه في الدفاع المشروع عندما يعتدى على كرامته وحقوقه. ألا ساء ما كانوا يظنون. وقد علمنا أن المجتمع الدولي أيد المغرب فيما قام به في الجرجرات، وبأن عدد الدول التي تفتح قنصليات عامة في الصحراء المغربية يزداد رويدا. إذن لن أتطرق لهذه النقاط هنا، بل سوف أعود لبعضها لاحقا لتأسيسها قانونيا، غير أنني أدعوكم لزيارة خاطفة لتاريخ قضية الصحراء المغربية حتى نبني التحليل على أرضية استدلالية متينة. قل إن الواقع أكد بالبرهان الصادق من صلب الوثائق أن الملك الحسن الثاني والرئيسين بومدين ومختار ولداد عقدا 3 اجتماعات قمة في نواذيبو والجزائر وأكادير بين عام 1970 و 1973، كما اجتمعوا في اجتماعين إفريقيا أولا عام 1972 والجامعة العربية ثانيا
عام 1974، وكلاهما انعقدا في الرباط. قل إنه وبعد اعتراف المغرب بدولة موريتانيا عام 1969 في خريفه، اجمع الرؤساء الثلاثة في القمم الخمس المذكورة على العمل المشترك لتحرير الصحراء من الاستعمار الإسباني لتعود إلى المغرب وموريتانيا نصيبين محددين. وبعد أن أبرم المغرب مع الجزائر اتفاقية حدود بينهما عام 1972 في صيفه برباط، وإنه كان بومدين يعاهد أمام الملأ بنصرة المغرب في صحرائه قائلا أن لا ناقة له ولا جمل في الصحراء، بيد أنه انقلب على عقبيه فأدان أولا المسيرة الخضراء لتحرير الصحراء، ونسي ما قدم لسانه آنفا في الموضوع، ثم عارض ثانيا اتفاقية مدريد الثلاثية التي أخرجت إسبانيا من الصحراء، وكان الحدثان في نفس شهر نوفمبر من العام 1975. وإنه قبل ذلك بعامين أعلن عن نشوء جبهة تسمى بالبوليساريو، قيل أنها جاءت من زويلات الموريتانية في العام 1973، ولسرعان ما تكلفها بومدين سرا عشية المسيرة الخضراء، وكفلها قبيل ذلك معمر القذافي في ليبيا بالسلاح والمال. وإنه بعد ذلك أنشئت ما يسمى بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في فبراير عام 1976 وهمية الكيان، إذ لا أرض لها سوى تندوف بالجزائر إعارة لها بالعار، ولا سلطة لها إلا ما تأمر وتنهى عنه الجزائر، ولا مال لها إلا مال الجزائريين أو ما يتصدقون بها المساعدون من أوروبا من الجمعيات وغيرها. وسرعان ما هلك رئيسها الأول في معركة نواكشوط في نفس العام من إنشائها، قيل ربما قد تمت تصفيته إذ كان يفكر في العودة إلى وطنه المغرب بعد أن كشف أهداف الجزائر من البوليساريو، مدركا أنه هو وأصحابه قد أجرموا في حق الصحراويين المغاربة كما نقلوا عنه قبل وفاته، وإنه للجزائر التي دشنت المعارك التي نظمتها باسم البوليساريو ضد الوحدة الترابية المغربية في يناير 1976 في أمغالا، إلى حين اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه المغرب مع الأمم المتحدة سنة 91 و900 وألف. مات أو استشهد خلالها من استشهد دون التوصل إلى أي حل لحرب غير معلنة أرادتها الجزائر بدعم من الكتلة الشيوعية والاشتراكية كان على رأسها الاتحاد السوفيتي في زمن الحرب الباردة، إذ فشلت أيضا خلالها جميع المحاولات لتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء كان قد بادر إليها الملك الراحل الحسن الثاني في مؤتمر قمة إفريقيا بنيروبي عام 1981. وإنه منذ ذلك التاريخ إلى اليوم بقيت حليمة على عادته القديمة ببقاء البوليساريو والجزائر على موقفهما الدائم العنيد المتعنت، وكأنهما بقيا كالجبل لم يتكيفا مع التغييرات في الملف على مستوى مجلس الأمن، حيث قدم المغرب مشروع الحكم الذاتي إلى الأمم المتحدة عام 2007. ثم قل إن المغرب قد عاد إلى الأسرة الإفريقية في مطلع العام 2017، ففرحت له الغالبية المطلقة من أعضاء الاتحاد الإفريقي يقينا منها بأن الملك محمد السادس عاد ليضخ دما جديدا في القارة نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية. انتهينا من زيارتنا الخاطفة لتاريخ النزاع، فما هي الآية القرآنية الكريمة التي أعتقد أنها تنطبق على أقوال وأفعال الجزائر التي اصطنعت أولا النزاع ثم كانت وما تزال تعرقل الحل السياسي المطلوب له أمميا؟ فلنستمع إلى الآية القرآنية 22 من سورة الملك التي توصلت إليها من خلال البحث الطويل في هذا الشأن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن
يمشي سويا على صراط مستقيم. لننتقل الآن إلى تفسير الآية المذكورة بناء على مقارنة تطبيقية بالأحداث المعلنة والقابلة للتحقق منها، وسأستأنس في استدلالي بتفسير الشيخ عقيل الشمري الذي يبدو شاملا لمختلف جوانب الموضوع، فلنستمع إليه. الآية هذه مثل ضربها الله لأهل الهداية ولأهل الضلال، وهذا المثل حسي محسوس يراه الإنسان من واقعه. شخصان يمشيان إلى طريق وكلاهما يريد الوصول، إلا أن أحدهما لا يعلم أين الطريق الصحيح، ولهذا هو مكبا على وجهه، يعني منكس الرأس، يعني مستحي مثلا، لا، هو ضال يتلمس علامات الطريق، لا يدري هذه اللوحة تهديه، لا يدري هذا الطريق عندما ينحني أو يذهب إلى الأمام، هذه العلامة، هذا الجبل الذي بجواره لا يدري هل هو علامة أو ليست علامة. يسلك مع هذه العلامة طريقا طويلا ثم يتبين لها أن هذه العلامة خطأ لا تؤديه إلى الطريق إلى المكان الصحيح الذي يريد الوصول إليه، فيرجع ثم يسلك علامة ثانية، وكذلك أيضا يذهب معها بعيدا ثم يتبين أنها لا تهديه، ثم يأخذ علامة ثالثة، فيضيع عمره ووقته وحياته وهو بسلوك هذه الفجاج التي تضيع عليه طريقه المستقيم. في هذا التيه والضلالة كما وصفهما الشيخ الشمري بسبب الابتعاد عن سبيل الله واتباع الأهواء، تستوي المنظومات الاجتماعية والسياسية والأسر والجماعات انطلاقا من الفرد. فرب الأسرة التاهي والحائر في بيته مثلا هو أتيه وأضيع خارجه في علاقاته مع الجيران والمجتمع، وهكذا فالقادة الجزائريون المختلفون والمتناحرون بينهم لأجل السلطة دون الاحتكام إلى شرع الله أو حتى إلى أبسط الأخلاق الكونية من مبادئ العدالة والمساواة والصدق، مستحبين الأهواء على الرشاد، كان صعبا عليهم التعامل مع المغرب باستقامة ونزاهة. وحتى أكون أكثر وضوحا في البيان والتبيان بالبرهان حول الموضوع، أذكركم فيما يلي بالصوت والصورة بما جرى بين الزعماء الجزائريين المتناحرين لأجل السلطة، أعداء بعضهم لبعض في التنازع مع فجر الاستقلال، بعد أن كانوا خلال حرب التحرير يتظاهرون كالإخوة في النضال رغم المنافسة السياسية التي كانت تكشف الحقيقة. Le 5 juillet 1962, le gouvernement provisoire de la République algérienne, présidé par Ben Youssef Ben Khedda, s'installe à Alger. 132 ans, jour pour jour, après l'arrivée des troupes françaises. Les rivalités politiques entre les leaders de la révolution éclatent au grand jour. Soutenu par l'armée de libération nationale, Ben Bella l'emporte sur Ben Khedda et fait son entrée à Alger. Mais la guerre civile rôde dans la capitale. 2000 Européens disparaîtront dans ce chaos. Le conflit fondamental qui, depuis 1954, avait déchiré la révolution algérienne vient de ressurgir. Qui contrôlera le pouvoir? Des combattants de l'intérieur ou de la LN? من سيستولي على الحكم؟ سؤال طرحه الصحفي الفرنسي في صيف 1962، ولكن سنعرف جميعا الجواب في خريف نفس السنة. سنعرف كيف تمكن من يسمون جماعة وجدة التي كان يقودها ثلاثي ابن بلة وبومدين وبوتفليقة ذات الباءات الثلاثة، كيف انتصروا بمنطق القوى المسلحة لا بمنطق المصالحة. فهل كان من الممكن لهؤلاء الثلاثة الذين لم يحترموا ولم يرحموا إخوانهم في الوطن الواحد، في الكفاح الواحد، في الأهداف الواحدة، ولم يحترموا حكومتهم المؤقتة، أن يحترموا العهود التي قطعوها تجاه المغرب؟ إن الاستقامة تكون شاملة أو لا تكون إذا كانت مبنية على تقوى الله، كما أن الانكباب على الوجه يكون شاملا للغير بدءا من النفس. وإننا نعلم جميعا كيف أن بومدين وبوتفليقة خصوصا من بين المجموعة أنهما أزاحا رئيسهما الأول بن بلة وسجناه، وكيف تمت تصفية عددا من زعماء التحرير والمعارضين الجزائريين على أيديهما اللتين لطختا بالدماء زمنا طويلا كما قرأنا وسمعنا من مصادر غربية بل حتى وجزائرية، وقليل منهم الذين نجوا، حتى الذين التجوا إلى الخارج.
ومن أولئك الناجين نذكر أيت أحمد في فرنسا وبوضياف في المغرب، ولكن هذا الأخير لم يفلت من مكرهم في النهاية، إذ اغتيل في الظروف التي نعرفها بعد أن نصبوا له الفخ على كرسي الرئاسة. على كل حال لن ندخل في التفاصيل لأن هذا الموضوع سنخصص له حلقات إن شاء الله. فلنعود إذن إلى ما نحن بصدده هنا، فنقول أن مهماز الأهواء هو الدافع الأساسي لدى القادة الجزائريين للسقوط في سياسة الانكباب على الوجه. قد يقول لي قائل: وما هي أهواء القادة الجزائريين البومدينيين؟ فأجيب على هذا التساؤل بما يلي. أولا، ما معنى الأهواء؟ جمع الهوى معناه يتبلور دينيا في العدول عن اتباع هدى الله بالسير في الطريق الذي تزينه النفس الأمارة بالسوء مما يضر بالآخرين ظلما وطغيانا. فلا يحب الإنسان لغير ما يحبه لنفسه من خير، إذ يطغى أن رآه استغنى بالمال من السلطة أو من أي مصدر آخر حرام أو غير مشروع. وبهذه الرغبات والميولات التي يجسدها المكب على وجهه ضد حقوق ومصالح الغير، يستحوذ عليه شهوات أخرى أخطر، وعلى رأسها الحسد المتولد غالبا من الجشع والطمع، بعيدا عن القناعة والرضا بما قسم الله لنا من رزق وبما كسبنا من عرق الجبين، سواء كنا أفرادا أو أسرا أو شعوبا أو قبائل أو دولا. بقي لي الانتقال إلى تجليات سياسة الانكباب على الوجه لحكام الجزائر تجاه المغرب في قضية الوحدة الترابية للمملكة أو نظامه السياسي واستقراره ومنجزاته الاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما سأتطرق إليه في الجزء الثاني من هذا الشريط الخاص. وإلى اللقاء إن أذن الله بالبقاء.